تخيل معايا كده تكون بتجري 10 كيلو من غير نقطة مية. صعبة صح؟ بس ما في لعيبة عملت كده فعلا. مش بس كده، دول كمان سجلوا وكانوا السبب ان فريقهم يفوز. اخيرا بكرة اول يوم رمضان، الشهر اللي كله روحانيات واجواء حلوة. بس تعالى نبص للموضوع من كادر مختلف شوية، وهي انك مثلا لاعب كورة محترف عندك ماتش مهم والجو حر ومجهود عالي. بس بالرغم كل ده انت برضو مكمل صيامك. الموضوع وصل لان رابطة الاندية الانجليزية سمحت للحكام بايقاف المباريات بعد اذان المغرب في شهر رمضان عشان اللعيبة المسلمة تكسر صيامها. فقد ايه الموضوع عظيم ويستحق الاشادة بجد. جولو كانتي اللي لما المدرب قال له ان احنا في انجلترا بنفطر عادي، رد عليه ببساطة وقال له ان الصيام هنا او في فرنسا او في اي مكان هو صيام برضه. دي لقطات جميلة نتمنى نشوفها من كل اللعيبة المسلمة في كل العالم طول الشهر الجاي بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون رمضان سعيد علينا وعليكم. وبس للي ما يعرفنيش، فأنا جنى وائل بنت الأهلي وبس كده.